فيما يتعلق بنادي أولمبيك آسيا، نادي يعني داخل نادي أولمبيك آسيا هناك مجموعة من الخروقات. وقبل الندوة سبق وأننا وجهنا شكايات لكل من رئاسة النيابة العامة والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال بخصوص هذه الخروقات هذه، واللي كنا نبهنا فيها إلى الصفقات اللي كتم ديال مجموعة من اللاعبين، يعني اللي استنزفوا الخزينة ديال الفريق يعني بأموال طائلة دون أن يستفيد منهم الفريق، ومنهم من لم يلعب ولو دقيقة واحدة، ومنهم من أخذ ملايين السنتيمات بالمئات ولم يلعب إلا 4 أو 3 مقابلات فقط. احنا وجهنا هذه الشكاية هذه من بعد أننا درنا ندوة الصحفية. الندوة الصحفية أيضا تحدثت على مجمل الخروقات اللي كاينة بداخل النادي، اللي كيف ما قلنا منها صفقات اللاعبين، منها الصفقات ديال إصلاح الملعب، الصفقات ديال إصلاح الحافلة ديال الفريق، بالإضافة إلى نبهنا إلى حوار كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب بين عضوين، أحدهما عضو بداخل المكتب والآخر عضو منخرط، وهذاك الأوديو كان يتحدث عن مجموعة من الخروقات بداخل النادي اللي هي خروقات خطيرة وجسيمة وتستوجب المتابعة القضائية، لأن منها بطبيعة الحال الخروقات المالية، منها أيضا تلاعب في المحاضر ديال الاجتماعات اللي كيتم توجيهها للجامعة الملكية لكرة القدم، منها ومؤخرا أيضا هناك مجموعة من الضحايا من المستخدمين بداخل هذا النادي هذا اللي ما كيستافدوش من تسجيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هما مجموعة منهم الحراس، منهم اللي حاملي الأمتعة، هادو الناس مجموعة منهم غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكيتم التعسف عليهم من بعض الدخلاء على الفريق دون أن تحرك الإدارة المشرفة أي ساكن، لم تحرك ساكنا. وعلى اية حال المشكل ديال الأولمبيك آسيا حنا شرحنا من خلال الندوة الصحفية اللي درنا، شرحنا المشاكل ديالو بالتفصيل.